اخواني خواتي كما وعدتكم قلت لكم في الاخر غنهضر على اليماني. هاد المره ما باغيش نسميه وخرجوا ناس كيهضروا عليه، خرجوا ناس محترمين، ناس مثقفين، خرجوا في المواقع كيهضروا عليه. وانا كنت حضرت من واحد الجانب لعلي من الاوائل، ما هضرتش عليه انا بزاف، فيديو واحد بركه، اضطريت دابا نخرج نهضر عليه. وانا غادي نقول لكم علاش. انا هضرت وما كنتش، وكنت كنتجنب، هضرت باداب، كنت كنتجنب، ما بغيتش نهضر على الماضي. عارفوا شنو قال في الماضي الناس اللي هاجمهم، بلا ما نهضر انا على هادشي. نتوما كتعرفوا كلشي وعارفين شنو دار. انا حضرت من جانب واحد اخر، انه هو معروف عليه عميل ديال واحد الدوله صغيره استغلاتو، كان كيسب دول اخرى. انا هضرت على ان هذاك خينا جاي يخترق المجتمع المغربي، وجاي يتعرف على المجتمع المغربي، وجاي في دور انا ازعم انه دور مخابراتي. دابا كيبان لان السيد عنده مشكله ان المغاربه كيبغيو الملك ديالهم، وعنده مشكله ان المغرب رجع علاقات مع اسرائيل، ما يسمى بالتطبيع. ما كنبغيش انا هذه الكلمه، سميتها ارجاع العلاقات الدبلوماسيه. تطبيع ماشي في محله، تطبيع حاجه اخرى. كتطبع كلمه تطبيع، المهم بلا ما نشرح شنو، ما بغيتوش يستافد من هادشي حيت هو ما قاريش، خارج من بيت الرابع ولا مستوى ولا حتى شي حاجه. لكن ديك الدوله الصغيره جابتو، قلبت على اخبث ما كاين واوسخ ما كاين، وجابتو هو باش يضرب السعوديه ويضرب الامارات. ودابا لا تصرحوا، جا المغرب انا ازعم جا يضرب اللحمه والعلاقه اللي كاينه بين المغاربه والملك ديالهم. كيضروا منين كيقول شي كلمه خايبه على الملك ينوضوا ليه المغاربه، كتضروا. علاش كتدافعوا؟ لا من حقي ينتقد. واحد النهار قال لهم انا ضد السياسات الخارجيه ديال الملوك بما فيه الملك محمد السادس. اولا بعدا علاش اختاريتي الملك محمد السادس؟ قول بما فيهم تميم مثلا نقولها، علاش الملك محمد السادس؟ علاش عندك معاه مشكل؟ فنقطه اخواني خواتي مهمه، هذاك السيد المرتزق ما يمكنش تقول عليه شي حاجه من غير مرتزق، وتا اللي جابوه راه لا يقلون ارتزاقا عنه، وربما هو مسخ منه. ما يمكنش تقول انه اكثر من مرتزق، ما يمكنش. تعريف المرتزق، تمشي للمنجد، شكون هو مرتزق؟ اللي كيدخل في شي حرب لا هو ولا الدوله ديالو ليست طرفا فيه. اذا انت مالك. انا كنحترم الاخوه الجزائريين اللي كيهضروا، اللي مثلا كيوقفوا مع المغرب، ولا كيهضروا باسلوب وسطي، ولا المعارضه اللي كاينه خارج في الجزائر اللي كتهضر مع المغرب باسلوب ايجابي ولا وسطي. علاش؟ هما متضررين من النظام العسكري. انت مالك. ولاحظوا واحد النقطه كنت قلتها اخر مره هضرت على المرتزق، قلت علاش ما كتهضرش على بلادك اليمن اللي فيها افظع واخطر ازمه انسانيه. اكثر من 24 يمني في اليمن الصباح ما عارفينش شنو غياكل، وقلبوا الله يخليكم وشوفوا. ما عندي الصور، ما بغيتش راه جمعت واحد التصاور نوريها ليه، قلت بلاش، اصلا ما عندوش القلب على بلادو. اللي ما عندوش القلب على بلادو غيكون عنده القلب على بلادي. حاجه مهمه اخواني خواتي، ماشي بالضروري تولي عزيز عندي تسب الجزائريين. علاش بيناتنا؟ ماشي الشعب مشى كيسب حتى الشعب، قال له من حمير احسن منكم ويا تبونيين. علاش المواطن الجزائري ما عندوش الحق يكون مقتنع بتبون؟ انت الموضوع ديالي انت مالك الى المواطن الجزائري مقتنع بتبون. انا ما عنديش مشكل مع جزائري كيدافع على تبون، كنقولها صدق. شنو بغيتيه نردوا اجون؟ شنو بغيتي؟ سي نورمال، طبيعي. القطريين كيحماقوا على تميم، ما عنديش مشكل. الاماراتيين اللي كيحماقوا على محمد بن زايد، السعوديين اللي كيشوفوا ان محمد بن سلمان كيدير ثوره عندهم في البلاد ديالهم، ما عنديش انا مشكله. علاش انت بغيتي تضرب اللحمه اللي كاينه بين المغاربه والملك؟ نقول لك واحد الحاجه، كتدعي انك كتعرف، انا كنعرف المغاربه، ما كتعرفش المغاربه، ما عندكش تكوين، ما قاريش، ما يمكنش تعرف المغاربه.
تكوين الاستخباراتي اللي داروا لك لا يؤهلك ولا يكفيك انك تعرف المغاربه. مكانش. وسمعتي المغاربه تيقولوا عليك كلمه لقيط. نقول لك انا علاش يقولوا عليك. علاش يقولوا عليك؟ حيت ما فيكش الخير في بلادك. المفروض الفيديوهات اللي درتي المفروض يكون على بلادك. بلادك راه تموت، اليمن يحتضر، الفقر، مجاعة، حرب، أزمة إنسانية، دمار، ما درتيش عليها كلمة واحدة، فيديو واحد، وجاي كتسب في باغي دير فتنة. أولا أنا كنت نحترم هذا اليمني هذا، لو جا بعدا من البداية وسط منا يجي يقول لك بغيت الإصلاح، نحترمه بزاف. كما كنحترم علي بن الحاج. علي بن الحاج يقول لك أنا بغيت الإصلاح. كنحترم أي جزائري كيقول لك بغيت أنا الإصلاح. انا اكثر من هكا. الجزائري اللي كيسميو التبونيين، شي جزائري اللي مع مقتنع برئيس تبون بالنظام غير ما يسبش المغربي، يهضر علينا بموضوعيه نحترمه. شنو بغيتي يكون انا جون؟ لا، طبيعي. راه اللي البلاد وما لقاتش فيه الخير شنو لقى فيه الاجنبي؟ ثم علاش هاد القضيه هذه خصك تسب الجزائري باش انا نقتنع انك اخويا؟ لا، هذيك راه طريقه ديال الاختراق. ردوا بالكم الله يخليكم، هذاك اسلوب ديال الاختراق. نجي ندير راسي كنعادي العدو داك باش نخترقك، نسمعك داكشي اللي بغيتي ونخترقك. ثم كيفاش كدير راسك وليتي انت هو في المستوى ديال الملك محمد السادس. جوج المرات كتخاطب الملك مباشره. المره الاولى انا هادو الفيديوهات اللي صيفطوا لي الاخوان والاخوات كنشكرهم بزاف. انا ما كنتابعوش، كتعرفوني ما كنحلفش، ما نقدش نتابعو، ما نقدش المستوى ديالي ماشي هو المستوى، ما نقدش نتابعو، يستحيل. ما نتابعش انسان خارج من ابتدائي وتيسوق الطاكسي، ما نقدش. كنهضر عليه هو، ماشي اي سائق طاكسي. راه كاين الناس طاكسي قاريين تبارك الله عندهم شواهد، ما لقاوش خدامه يخرجوا كيديروا الطاكسي عاديه. نادية كتقول لنا I don't like this man and I've never watched his videos. He must be talking about Yemen who lives here. Thank you so much. شكرا جزيلا. سمعوا الكلمة ديال الأخت نادية، قالت لك عمرني ما كنشوف الفيديو ديال هاد خينا هذا، المفروض يتكلم على اليمن اللي كيعيش الجحيم. شكرا جزيلا نادية، شكرا جزيلا. فالمرة الأولى إخواني خواتي كيتخاطب الملك محمد السادس مباشرة. هذا من المقاطع اللي صيفطوا لي الإخوان والأخوات، وتيقول له يا ملك البلاد راه كاين شي فيديوهات انا في الماضي كنت سبيتك وكذا هذا، لكن اللي كيداولوه هما اللي دابا فيهم، هما اللي يسيئون اليك. تيقول لي سير شد هذوك المغاربه اللي كيداولوا الفيديوهات ديالي اللي كنت انا كنهضر عليك بالسوء وعلى حتى شي حوايج بلا ما ندخل في الماضي ديالو. تيقول له نو خصك تحطهم في الحبس، راه كيسيئون اليك. ودابا المره الثانيه حيت كثروا عليه الفيديوهات والناس الحمد لله عاقوا فهموا، كيقول دابا الملك محمد السادس خصك تحطهم في الاصلاح، يعني حطهم في الحبس. فالسيد ما كيتحملش حتى الناس اللي ولاو كيهضروا عليه باغي يشوفون في الحبس، باغي يشوفون في الحبس. كنشكر الاخت كريمه، الاخت كريمه، نعم كريمه، كنصيفطاتي واحد الفيديو مقطع كيهضر على الملكه انجلترا اليزابيث قبل ما تموت. ما عرفتي واش ماتت، ما عرفتش التاريخ ديال الفيديو، ده مقطع قصير. قال لهم الملكه اليزابيث كثر بزاف ديال الملوك مسلمين. علاش؟ حيت كيعيش في الانجليز وعنده باسبور انجليزي. وبالمناسبه انا كنظن ان شي ناس في لا دي اس تي ولا الجيد خصهم يراسلوا الام اي 6 ويشوفوا هذا السيد هذا والعلاقات ديالو مع الدول الاجنبيه وقطر وشنو كيدير. وانا ارجو ان المخابرات ديالنا دارت خدمتها منين جا المغرب، حيت جا عميل ديال المخابرات، عميل المخابرات، مخابرات قطريه. وتنشكر بزاف اللي صيفط لي واحد التصويره سكرين شوت من واحد استطلاع عند الراي داروا في الحساب ديالو في مواقع التواصل. عرفتي شنو دار اخواني اخواتي؟ تعرفوا شنو دار؟ سول المغاربه شكون اللي مع التطبيع وشكون ضد التطبيع. دار في مواقع التواصل، واحد الحساب في مواقع التواصل الاجتماعي ديالو. اسمح لي، هذه معلومه ديال المخابرات، هذه معلومه ديال المخابرات. حيت انت جيتي انت هكذا. بالمناسبه كتبدا الثورات عندكم اخواني اخواتي، هكذا تبدا الثورات. كيجي شي واحد الوسط وتيدير زوبعه في البلاد
خصوصا الا كيتفرجوا فيه اهل البلد، حيت هو نكونوا واضحين راه ما كيتفرجوش فيه المشرق. عندك يقول لكم شي واحد يتفرج فيه المشرق، لا، الجمهور ديالو في اليوتيوب جمهور مغربي جزائري، جمهور مغربي جزائري، ما كاينش القطري ولا سميتو اليمن ما كيتفرج فيه، السعودي ولا نو سافا با. تنشكر الاخ عزيز صيفطي واحد المقطع ديالو مع شي قطريين، واحد هضري على واحد القبيله شدوا واحد القطري بهدلو هادشي قبل ما يجي للمغرب، قبل ما يتعطاو يقول سير دابا سير للمغرب، غير هضر على قبيله باش تعرف الانسان القطري، غير هضر على قبيله قال لي على شكلك وبدا يسب فيه، هو دير بحال الفار، ما ردش عليه. لكن دابا المغاربه كيدير عليهم، دابا كيخرج كيهدد المغاربه، دير لكم عندكم دابا غنولي نسب فيكم يا صاحب الجلاله، حط لي الناس اللي كيعارضوني حطوا في الحبس. انا اللي ضرني من هاد المقاطع كيظن بان الملك يتفرج فيه، راه ديال المصيبه اخواني خواتي، كيظن بان الملك محمد السادس حفظه الله كيتفرج في انسان نصف متعلم نصف امي، هاكا وفي المقطع تيقول الا ما كان مستشاري غيديو لعندهم، اذن عند بالو الماجدي والمستشارين الهمه فؤاد علي الهمه وما ادراك ما الهمه، عند بالو واقيلا الهمه كيتفرج فيه، الماجدي كيتفرج فيه، شكون اخر شكون المستشارين اللي كان وزير العدل سميتو عازمان كيتفرج فيه، والاخرون تيتفرجوا فيه. ربما بوريطا يصيفط الملك في الايميل يقول لي شوف هذا السيد اش كيقول، مي سافا با شاد الوقاحه هذه، وليتي كتحطي هكا كتساوي راسك مع الملك محمد السادس، وليتي كتخاطبوا مباشره. والله واحد الصحفي مغربي كان قال واحد الكلمه، صحفي مغربي وربما من اكبر الصحفيين في المغرب، عنده برامج في الراديو معروف، قال في واحد المقطع قال الله يسامح الناس اللي جابوه. انا كنقول الله لا يسامح الناس اللي جابوه، حيت علاش كنقولها؟ حيت هكذا تبدا الثورات. عندك اللي حساب لك الثوره واش كدار بمليار دولار، لا، الثوره كتجي واحد الانسان دخلتيه عرفتيه بالناس ولا ساعتيه شهرتيه في مواقع التواصل ولا مشهور عند المغاربه والجزائريين، بوم كيتصنتوا ليه، بوم طرا ثوره. حيت كتشوف عنده مشكل ان المغاربه غير كتقيس لهم الملك صافي ما كيعقلش عليك، وثم التطبيع. انت مالك والتطبيع؟ هضر على مصر مثلا، مصر اول دوله عربيه دارت التطبيع. هضر مع قطر، يا ما العلاقات مع اسرائيل، جابوا قنوات اسرائيليه في المونديال دخلت وصورات في مونديال قطر، حمد بوتميم وحمد بن اشبيجي، حمد بن جاسم وزير الخارجيه ورئيس الوزراء القطري السابق، بجوجهم مشاو لتل ابيب. هضر عليهم، هادشي انت كتعرفو، انت منافق كبير مجرم، انا اجراما. انت جيتي دير ثوره مغربيه ضد الملك، جيتي دير انقلاب بالنسبه لي انا، يعني هكذا، حيت هكذا كطرى الثورات. عندك تظن بين الثوره كطرى، لا بهذه البساطه هذه، بهذه البساطه. شوف الثوره في مصر بالمناسبه، كيف بدات الثوره في مصر؟ شي واحد يقولها لي عافاكم، اش كنسمع فيسبوك، برافو عليك فيسبوك، وسائل التواصل الاجتماعي تما طرات. والناس اللي بداو الثوره في مصر راه ما كانش عندهم الشهره اللي عند هذا وسط المغاربه والجزائريين، هذا عنده الشهره اكثر منهم، حيت تصنتوا ليه المغاربه وتصنتوا ليه الجزائري. اشنو استغل؟ المشكل اللي كاين بين المغرب والجزائر. وكما قلت يا ريت لو دخل من اجل الصلح، دخل يدير فتنه، وباغي يشوف ثوره ضد الملك، باغي يشوف المغاربه ثاروا على الملك. لان عندك مشكل مع الملك محمد السادس. اسمح لي نقول لك واحد المعلومه عن الانجليز، انت عايش في الانجليز، كنعرفك ما قاريش، انا كنعرفها. بلارج طويت يقول لنا للاسف ذلك المسترزق تمكن من تدجين الاف المغفلين. ما كنظنش، شكرا، ما كنظنش. المغاربه واعيين، غير ما كيهضروش، عاقلين وفاهمين. حتى داكشي اللي دار ولا اي واحد حتى يدي على المال العام، عارفين شنو طرا. المغاربه عارفين.
عاد بلا نشطر مش كنت باغي نقول الانجليز. انا نعطيك واحد المعلومه، في انجلترا بدا من اي مسؤول الوزير الى 10 شارع داونين 10 داونين ستريت فين كاين رئاسه وزراء، هادو كلهم سميتهم بابليك سيرفنت. بابليك سيرفنت خادم عام كما كنتي رئيس بلديه، وزير، رئيس وزراء، انت بابليك سيرفنت. الا ملك بريطانيا خادم، ليس الخادم. ملك بريطانيا شي حاجه اخرى، فهمتي؟ هذه في بريطانيا هي باش تعرف القيمه. المهم وقيلا بركه، كنظن بركه على المرتزق. ارجو ان الرساله وصلت. اخواني خواتي ردوا بالكم، داك خينا راه كان جا دخل المغرب باش يدير ثوره على النظام الملكي، عنده مشكله مع الملك وجاي داخله باسرائيل.